بمجرد حلول عصر الفوضى لا تضع سمة النظام، لأن الإنسان مش هيكون ليه اسم، هيكون ليه عدد. في سمة موضوعة على الإيد اليمنى، عددها مكون من 18 رقم: 6 6 6، 6 زائد 6 زائد 6 18. في شريحة أو سمة محطوطة في الإيد اليمنى هتلغي بيها بطاقة الرقم القومي، والسمة دي هتبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية. بمجرد ما السمة دي تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، هتقوم الولايات المتحدة الأمريكية تبذر حروب يوم القيامة في كل الأرض من أقصاها لأقصاها. وهدفها مش هيكون احتلال الأماكن الجغرافية، هدفها احتلال أجساد الناس، لأن الغاية فصل الناس من معنا ومن علينا. كل من يضع هذه السمة هيكون معهم، وكل من يرفض هذه السمة هيكون عليهم. وهي دي التجربة العتيدة إنها تجرب كل الساكنين على الأرض في العالم من الديانات التلاتة، علشان تكشف مين مع الله ومين مع الشيطان. لأن كل اللي مع الشيطان هيحط هذه السمة عشان يقدر يبيع ويشتري ويخش منظومة العالم بتاعهم، بابل التانية، منظومة العالم، المنظومة الرقمية أو العبودية الرقمية. أما كل من يرفض هذه السمة هيكون مع الله، هيكون مع الله وهيعيش إلى أبد الآبدين، هيعيش إلى أبد الآبدين. لأن السيد المسيح الناصري ابن الله الحي نازل على السحاب بقوة ومجد كبير، وهيرسل ملائكته علشان يحصد كل حصاد الأرض. برؤية شفتها من السماء، وروح الله عليا جاي أخبرك بيها. الوقت قريب، احنا الجيل اللي هيشوف كل الأحداث دي بعيونه، ومفيش حد هيعرف يفلت من الأحداث دي، لأن انغلق من اليمين ومن الشمال ومن الجنوب ومن الشرق، من كل ناحية. احنا 4 ملائكة واقفين على الأرض دلوقتي، مش هيكون فيه لا نهار ولا ليل، لا نهار ولا ليل، لأن هيكون في تغيرات في الشمس والقمر والنجوم، وهيكون اليوم الواحد ك1000 سنة. اسمه يوم القيامة الشهير، يوم مفيش قبل يوم ولا بعد يوم، اليوم المكتوب في الديانات التلاتة، مكتوب في أول كتاب، الكتاب المقدس، أول كتاب انطبع على الأرض، أول كتاب عرفنا قصة آدم وحواء، الكتاب المقدس. أول كتاب عرفنا قصة يوسف الصديق، الكتاب المقدس. أول كتاب عرفنا قصة موسى، فده الكتاب الأصلي. وبسبب بعد الناس عن هذا الكتاب، الناس عيونهم اتملت بالظلمات. فاليوم الكتاب ده والنبوات المكتوبة فيه من 2600 سنة في كتاب النبي دانيال المكون من 12 صفحة اتفكت، وهتبدأ تظهر أمام عيون الناس. الوقت قريب، لأن هيظهر ملك الشمال وملك الجنوب. ملك الشمال ده حلف شمال أطلسي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ملك الجنوب ده روسيا والصين اللي اسمهم جوج ومأجوج، هيجوا حوالين الموضع المقدس أورشليم، وهيبدأوا حرب نهاية التاريخ الكبرى. في الوقت ده الله هيظهر بقوة وبمجد كبير عشان يحارب في الحرب العالمية التالتة، وكل العيون هتشوفه، وهيجلس على حصانه الأبيض، وكل اللي طعنوه هينوحوا عليه، وهيتفاجئوا المفاجأة الكبرى العظمى إن اسمه يسوع المسيح. هو اتصلب علشان خاطر خطايا بني البشر على الصليب، وكسر الموت وقام من الأموات وفتح طريق الموت، وكل اللي بيؤمن بيه بيخرج وراه من الموت. عايز تحل مشكلة الموت في حياتك؟ آمن بصليب السيد المسيح وقيامته من الأموات، فتخرج وراه من الموت، لأن هو ده فلك نوح التاني، هو ده فلك نوح التاني. فاليوم أنا اعترفت بدم يسوع المسيح تنول باسم غفران الخطايا. أما إن أنكرت دم يسوع المسيح فلن يكون لك غفران خطايا. الوقت قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، لأن إلهنا كثير الغفران. مشوار الدنيا قريب، استعدوا استعدوا للقاء إلهكم.